في دي هنتكلم عن المنتخبات المرشحة إن هي تاخد كأس العالم، وهنتكلم في دي في 5 منتخبات. لو مش عارفني أنا اسمي أحمد جيمنج، ودي أول حلقة من سلسلة حكاوي كورة، ولسه مكملين في السلسلة دي. وإن شاء الله أكون عجبكم، تحط لايك واشتراك وفعل زر الجرس عشان توصلوا كل جديد من السلسلة. بسم الله، فلنبدأ. ونيجي لأول منتخب، هو منتخب اسبانيا. المنتخب ده عنده استحواذ على اللعب بشكل مرعب، زي ما انت شفت في الماتشات اللي فاتت. عندهم ميزه تانية ان هم بدانهم ضاغطين على نفس الخصم لحد ما يغلطوهم، دي اللي شفناه في ماتش السعوديه. بس عندهم ميزه كمان برضو، ان جيل الشباب الصاعد اللي عندهم زي لامين يامال وزي بدري. بس في مشكله عندهم ان هم بدانهم يمرروا كتير، فالتمريرات دي مش بتحسم الهجمه بسرعه. فلو وازن ما بين الاستحواذ والتمريرات دي هيبقى منتخب مرعب. انا بصراحه عندي اعتقاد ان المنتخب دي يمكن ياخد كاس العالم السنه دي، لو وازن ما بين الاستحواذ على اللعب والتمريرات وانهاء الهجمه. ودي هيبقى منتخب مرعب بصراحه، ويمكن يخطفوا البطوله في اي لحظه. ونيجي بقى لمنتخب البرتغال. المنتخب دي فيه مزيج خطير. اول واحد فيهم اللي هو المهارات الفرديه والسرعه والخبره في البطولات، وعندهم لعيبه بمهارات فرديه يمكن يخلصوا لك الهجمه بمهاره وتيجي جون وخلاص. وزائد ان هم عندهم سرعه عاليه، وزائد ده كله ان معاهم اسطوره اسمه كريستيانو يمكن يخلص لك الهجمه من نص فرصه. ونيجي لأول منتخب، هو منتخب اسبانيا. المنتخب ده عنده استحواذ على اللعب بشكل مرعب، زي ما انت شفت في الماتشات اللي فاتت. عندهم ميزه تانية ان هم بدانهم ضاغطين على نفس الخصم لحد ما يغلطوهم، دي اللي شفناه في ماتش السعوديه. بس عندهم ميزه كمان برضو، ان جيل الشباب الصاعد اللي عندهم زي لامين يامال وزي بدري. بس في مشكله عندهم ان هم بدانهم يمرروا كتير، فالتمريرات دي مش بتحسم الهجمه بسرعه. فلو وازن ما بين الاستحواذ والتمريرات دي هيبقى منتخب مرعب. انا بصراحه عندي اعتقاد ان المنتخب دي يمكن ياخد كاس العالم السنه دي، لو وازن ما بين الاستحواذ على اللعب والتمريرات وانهاء الهجمه. ودي هيبقى منتخب مرعب بصراحه، ويمكن يخطفوا البطوله في اي لحظه. ونيجي بقى لمنتخب فرنسا. المنتخب ده متكامل من كل حته، من النجوم اللي فيه زي مبابي وزي مايكل اوليسي، وفيه حرفيا دكه بدلاء مرعبه يمكن تخلص الماتش باي طريقه، ويكون بديل مؤثر يخلص لهم الماتش، ويمكن ياخدوا كاس العالم السنه دي لما كان وصيف السنه اللي فاتت. انا توقعات المنتخب ده داخل بقوه كاس العالم ويمكن ياخده. نيجي واخر حاجه لمنتخب مصر. هتسالني ازاي اقول لك منتخب مصر مرشح ان هو ياخد كاس العالم، بس بنسبه ضعيفه، بس بالاسلوب اللعب اللي بيلعبوه دلوقتي، اسلوب لعب الدفاع. حسام حسن بيلعب اسلوب لعب الدفاع وعلى هجمه مرتده سريعه، بيعتمد على لاعبين سريعين زي صلاح ومرموش. ده هيخليه يربك اي خصم قدامه، ويعرف يطلع من الهجمات المرتده ويخلص الهجمه بسرعه، وفي انهاء حلو عندنا. زي احنا عندنا شباب حلوين منتخب مصر زي زيكو وزي محمود صابر، زي ما شفنا في الماتش اللي فات عمل ايه، زي ما شفنا في ماتش نيوزيلندا حسام حسن قلب النتيجه ازاي في الشوط الثاني. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى يكون عجبكم، وان شاء الله في فيديوهات تانية كتير في سلسلة حكاوي كورة. دي كانت الحلقة الأولى، وان شاء الله تكون عجبتكم. ولسه برضه هسيب لك رأيك انت في الكومنتات من المنتخب اللي هياخد كأس العالم. انا توقعت المنتخب اللي هياخد فيهم كأس العالم هو منتخب البرتغال، ان المنتخب ده داخل بيحارب على البطولة، واخر كأس عالم لكريستيانو، ويمكن مش يكون الأخير. بس ان شاء الله طبعا ياخدوا، وده توقع تاني. ولسه هنشوف ماتش كرواتيا الساعة 2 بالليل، 2 ونص بالليل. وسلام.